هل سيتحقق زلزال سياسي في 2014 في الانتخابات؟ يعني سوف يحدث لا محالة زلزال سياسي بالإيجابي أو السلبي. هم الخبراء توقعوا منذ أسبوع زلزالا سياسيا في البلاد، فاهتزت طبقات الأرض في ولاية بومرداس ب4 درجات على سلم ريشتر، وبنفس القوة واليوم اهتزت البلاد على سلم الانتخابات الرئاسية. أكد لكم اليوم أن السيد عبد العزيز بوتفليقة سيترشح إلى رئاسيات 17 أبريل. ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة الرابعة شكل زلزالا كان متوقع الحدوث، مخلفا صدمة في وسط الطبقة السياسية. الكثير من سكانها لم يستفق بعد، والبعض يعيش على وقع هزاتها الارتدادية. وهنا يبقى المناهضون لمن سبب الحادث أمام خيارين اثنين لمجابهة ما أسموه بالكارثة، أولاهما الالتفاف حول شخصية توافقية ودعمها في المعترك القادم، ولتكن شخصية قائد للحماية المدنية بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أما الخيار الثاني فيتمثل في الانصراف الجماعي من مكان الحادث، أو لنقل مقاطعة كلية للحياة داخل السياسة ما دامت اللعبة داخل ساحتها يكتنفها لبس. حينها يكون التجمع في الشوارع أحسن طريقة لتغيير اتجاه المستقبل.